السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ عملت النهارده المندي بطريقه سهله وبسيطه خالص، طريقه تحفه وجديده كمان. شوفوا الجمال والحلاوه دي، ما شاء الله يا جماعه، تحفه الطريقه. هتخشي هتعمليها في دقايق، مش هتقعدي كتير في المطبخ. طريقه سهله خالص وبسيطه خالص. قبل ما نبدا الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. تحفة يا جماعة، والله الطريقة هتعجبكم وسهلة وبسيطة وهتعتمدوها على طول. شوفوا الرز جميل ازاي وشكله. دايبة دوب كده ومستوية، بس مش عارفة يعني منها كانت سخنة، مش عارفة اخلعها خالص ولا عارفة اشدها. اول حاجة بقى، انا معايا الفراخ بتاعتي، انا غسلاها حلو بالليمون وبالملح وبالخل كده كذا مرة ونقعهم عشان الزفارة، وخلتهم زي الفل كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده بقى صفّتهم من ميتهم تماما. هنبدأ بقى نعمل ايه، هنبدأ نتبلهم. هنتبل الفراخ دي، انا بعملها يا جماعة من بالليل، بتبلها من بالليل. فهبدأ اجيب بصلتين كده وهبدأ ابشرهم بالمبشرة اللي هي الناعمة، الجهة اللي هي الناعمة اللي زي دي، مش الخشنة، عشان البصلة تبقى ناعمة كده ونعرف نعصرها. هبشر البصلتين تماما بالطريقة دي. بشرت البصل وبعد كده هبشر بقى الطماطم. الطماطم والبصل على حسب كمية الفراخ. لو انت عاملة فرخة واحدة يكفي طماطمية كبيرة وبصلية كبيرة. لو انت عاملة بقى زي كده فرختين، تبدأي بقى تعملي 3 4 طماطمات، أو يكونوا متوسطين يعني وكده، وبصلتين برضو زيهم كده. هبدأ أعصر كده الطماطم والبصل، هاخد بس المية بتاعتهم كده واشيل التفل منها بالشكل ده. عملتها صفطة كلها تمام. هبدأ انزل بالبهارات بتاعتي، بهارات فراخ معلقة برضو صغيرة، وكاري معلقة صغيرة، وكركم معلقة صغيرة، وبابريكا برضو معلقة صغيرة، والملح معلقة كبيرة من الملح، وعصير ليمونة واحدة. هقلب التتبيلة الجميلة دي كلها كده مع بعضها، تندمج مع بعضها. وهبدأ اتبل الفراخ بتاعتي. التتبيلة دي يا جماعة طعمها رائع، بتخلي الفراخ في حتة تانية. هبدأ بقى كده امسك الفرخة حتة حتة كده، وهبدأ اللي اتبلها حلو، اشربها كل التتبيلة كده من كل الاتجاهات. وفي الاخر بقى بنحط الفراخ كلها في التتبيلة، وبنحطها في التلاجة تحت الرف ليلة كاملة، او على اقل يا جماعة 4 ساعات، على الاقل حاجة 4 ساعات. بتسيبها 4 ساعات تشرب التتبيلة. كل ما تسيبيها في التتبيلة بتبقى طعمها حلو. هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ بقى نجيب الصينية بتاعتنا اللي هنعمل فيها الرز. جبت حوالي عن 3 طماطميات برضو، قطعتهم كده جوانح، وبصلتين برضو قطعتهم برضو جوانح كده بالشكل ده. الطريقة دي حلوة قوي مع الرز يا جماعة، البصل والطماطم ده. معايا بقى كيلو من الرز البسمتي، غسلته حلو ونضفته كده ونشفته من ميته. نقعته الاول يا جماعة نص ساعة. قبل ما انسى اقول لكم، قلبت كده البصل في الرز بالطماطم. هبدأ احط بقى برضو قرن فلفل اخضر، قطعته برضو ونزلت بيه. احط البهارات بتاعتي بقى، ورق لورا، حبهان، عودين من القرفة. البهارات برضو حطيت ملح، وحطيت برضو مكعبين من المرقة، مرقة الدجاج يعني. قلبت كل ده مع بعضه كده. نزلت بالمية المغلية بتاعتي، حوالي عن كوبايتين 3 كده من المية المغلية، بالنظرة كده على يعني للرز،
على حسب كمية الرز. حطيت الشبكة بتاعتي وهبدأ ارص الفراخ عليها. كل بقى السوائل اللي في الفراخ والتتبيلة بتاعت الفراخ هتنزل على الرز، هيشرب من كل السوائل بتاعت الفراخ دي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هبدأ اجيب بقى الورق بتاعي، الورق الفويل، هغطي كل ده بقى كده وهدخلها الفرن. اغطي حلو كده عليها وادخلها الفرن لمدة نص ساعة. وهبدأ اشيل الورق بتاعي واحطها تحت الشواية، الفراخ تاخد اللون من فوق الجميل بقى اللي انتوا شايفينه ده الدهبي ده، ويكون الرز اتشرب برضو بالشكل ده. هتقلبيه بقى مفرفر وجميل وطعمه حكاية، طعمه جميل قوي، شارب من الفراخ وطعمه حلو قوي. كل السوائل نزلت فيه وكل حاجة نزلت فيه ما شاء الله يا جماعة. الطريقة دي تحفة، هتعجبكم ان شاء الله، وطريقة سهلة وهتعتمدوها على طول. لو انت مستعجلة هتدخلي تعمليه في دقايق. ده يبدوب وطعمها رائع، خطيرة. جربوها واكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم في الجمال والحلويات دي. لايك وشير لو عجبك الفيديو.